اغتسل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا. الهم حريم علق بالروح. بسم الله وصلى الله وسلم على رسول الله. أيها الأحباب الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم وأرحب بكم على منبر قناة القرآن الكريم من الجزائر، وأسعد بلقياكم أحبة الإيمان خدمة لإخواننا وأخواتنا الذين يتواصلون معنا على الجزائرية الخامسة ومع برنامجهم هلا سألوا. هذا البرنامج الذي يعنى بالإجابة عن الأسئلة والاستفسارات. وأرحب بالغ الترحيب بضيفنا الفاضل الأستاذ والدكتور سعيد بويزري. فمرحبا شيخنا سعيد، أهلا وسهلا، حياك الله وبك. أنت أيضا مرحبا بك يا أخي محمد صالح، ولد ميمونة إن شاء الله. آمين إن شاء الله، بارك الله فيك سيد الشيخ. إذا نرحب بكل المتواصلين والمتواصلات معنا على الأرقام الهاتفية التي ستظهر أدنى الشاشة وبعد بيان هذا الموضوع لهذا اللقاء. جاء في الحديث الشريف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم المسجد، فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة جالسا فيه، فقال: يا أبا أمامة، ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت الصلاة؟ قال: هموم لزمتني وديون يا رسول الله. قال: أفلا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله عز وجل همك وقضى عنك دينك؟ فقال: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من البخل والجبن، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال: ففعلت ذلك فأذهب الله عز وجل همي وقضى عني ديني. يقول أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أخدم النبي عليه الصلاة والسلام كلما نزل، فكنت أسمعه يكثر من هذا الحديث ومن هذا التعوذ. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الشريف استعاذ من 8 أشياء: من الهم والحزن، ومن العجز والكسل، ومن الجبن والبخل، ومن الدين وقهر الرجال. مع هؤلاء 8 شرور التي تعوذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، وأوصى أصحابه أن يتعوذوا بها صباحا ومساء. دكتور سعيد. الله يسلمك يا أخي محمد صالح. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبينا صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. هذه وصفة علاجية ووقائية لكل مسلم موقن بالله عز وجل، ففيها جانب وقائي وفيها جانب علاجي. فالذي يحافظ على هذه الأدعية التي علمنا إياها النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا شك أنه سيرتاح ويزول عنه الهم ويزول عنه الحزن ويزول عنه البخل والشح والجبن وكل ما تعوذ به النبي صلى الله عليه وسلم، كما سأذكره بعد حين. هذه نقطة أولى. نقطة الثانية، الله عز وجل قال في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فربنا أمرنا بالذكر الكثير لا بالذكر القليل. في الحديث القدسي الجليل: أهل ذكري أهل مجالستي، وأهل طاعتي أهل كرامتي، وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إلى آخر الحديث القدسي الجليل. تطبيقا لهذه الآية ولذلك الحديث القدسي، نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا أذكارا كثيرة، علمنا مأثورات، علمنا أدعية يعني من الصباح إلى المساء، بل في جميع أحوالنا. فكل حال يحدث للإنسان المسلم له فيه ذكر. إذا استيقظ من نومه له ذكر، وإذا شرع في السفر له ذكر، وإذا أبصر المطر والغيث ينزل أيضا له ذكر،
والرياح وعند الرعد والبرق وعند مشاهدة المبتلى وعند رؤية المنعم عليه من أنعم الله عليه. يعني أدعية كثيرة جدا لكي تلهج ألسنتنا بذكر الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصية أخرى، قال أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله. أن تموت، هكذا قال أحد الصحابة، أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله. إذن تطبيقا لتلك الأوامر القرآنية نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نكثر من ذكر الله عز وجل في جميع الأحوال. حال الهم، أخي محمد صالح تتفق معي ويتفق مع جميع المشاهدين أن الهم هو الذي يدمر طاقات الإنسان. دعني أذكر قصة تنسب إلى الإمام علي ولكن رضي الله عنه، ولكن هناك نسبة أخرى لغيره من الصالحين أقرأها وأذكرها باختصار وفيها عبر. قال في إحدى المرات التقى بعربيين فسألهما ما هو الشيء الأكبر الذي ترون في الدنيا في الحياة. طبعا قالوا له الجبل جسم غليظ من مخلوقات الله عز وجل العظيمة الكبيرة. نعم. فقال لهم لا، الجبل الحديد يستطيع أن يعني يدك الجبل. نعم. ويجعله يعني سهلا، يسويه. الحديد أقوى من الجبل. فقالوا إذن الأقوى هو الحديد وليس الجبل. قال لهم ولكن النار تذيب الحديد، وهذا معروف، النار تذيب الحديد. فقال له إذن النار هي أكبر شيء، أكبر مخلوق من مخلوقات الله. ولكن أجابهم مرة أخرى قالوا ولكن النار يطفئها الماء. فقالوا إذن الماء هو أقوى شيء، أقوى مخلوق. ولكن قالوا الماء يغلبه الرياح تأخذ السحاب، يعني السحاب العامر بالماء تسوق، لذلك يسمى السحاب، يعني يسحب الريح تجر السحابة أو الربابة كما تسمى في اللغة العربية العامرة بالماء، عكس السراب فارغ ليس فيه شيء، ولكن الرباب أو السحاب العامر بالماء. فقالوا إذن الريح هو أقوى شيء، أقوى مخلوق. ولكن قال لهم لا، الإنسان هو أقوى من الريح. لأن الإنسان يصنع يصنع مثلا برنوس، يصنع لباس ليرد ذلك الريح، ويصنع كذلك ويبني بنيان وعمران. قالوا إذن الإنسان هو أقوى شيء، أقوى مخلوق. قال لهم ولكن هذا الإنسان يغلبه النوم، لذلك يقال النوم السلطان. نعم. واحد يسهر يجي لحظة النوم ينام، ممكن ينام على السيارة بالمناسبة، كان الناس يموتون وهم داخل وهم نيام. قالوا إذن أقوى شيء هو النوم. النوم هو السلطان، أقوى من الجبل وأقوى من النار وأقوى من الإنسان. قالوا لكن الهم هو الذي يزيل النوم. نعم، يطرد النوم. الإنسان المهموم لا ينام، يتقلب في فراشه. نعم. حتى في الحديث قرأنا سبب جلوس هذا الأنصاري، قال هموم لزمتني. نعم. إذن رويت هذه القصة باش نفهموا بلي الهم كبير جدا. نعم. يطرد النوم. ونبينا صلى الله عليه وسلم علمنا باش نقرأوا هذا الحديث، هذا الدعاء المأثور. الإنسان المهموم يا أخي محمد صالح لا يشتغل، لا يبدع، لا يعمل، لا يكون سعيدا، بل يزرع الشقاء. كئيب حزين والحزن. نعم، يعني هناك اقتران بين الهم والحزن. نبينا صلى الله عليه وسلم وقد أتي بجوامع الكلم، رد أو أجاب معلما لنا جميعا: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. الهم تحدثنا عنه، والحزن تحدثنا عنه. إذا كان ربنا سبحانه عز وجل في القرآن الكريم يبشر عباده الصالحين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذي يدمر حياة الإنسان والذي يشوش عليه والذي ينغص حياته إما الهموم والأحزان والمصائب، أليس كذلك؟ والهموم. فإذا كان تعوذ من الله عز وجل، استعاذ بالله عز وجل من هذه، فالله عز وجل كما قال الصحابي: فأذهب عني همي وقضى ديني. وكذلك العجز والكسل، العاجز الكسول لا يشتغل لا في عبادة ولا في عادة، يعني لا يؤدي عباداته كما يجب
وكذلك لا يؤدي عاداته ولا يبدع ولا ينتج ولا يشتغل في الفلاحة ولا في الإدارة ولا في التجارة، لأنه عاجز كسول فنيان كما نقول باللغة الجزائرية، فنيان. وأعوذ بك الأخرى. الشيخ الغزالي عفوا قاطعتك، نعم. أوتي فتوح الفهم. نعم. يقول في ذا هذه الأمة عجزها وكسلها. الله أكبر. قال العجز والكسل نعم. هما سبب بلاء هذه الأمة، وتوقف كثيرا عند العجز والكسل رحمه الله. رحمة الله عليه. الشيخ محمد الغزالي نعم. يعني موفق جدا، وهو نعم. أستاذنا وشيخنا رحمة الله وإن عليه. انتقل إلى رحمة الله عز وجل، ولكن لا نزال نتلمذ على نعم. كتبه وعلى كلامه، وكلامه في الحقيقة بما يفتح الله عليه سبحان الله متن يحتاج إلى شروح. نعم. متن يحتاج إلى شروح. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل. الإنسان الجبان والأمة الجبانة لا تقيم حضارة ولا تبني عمرانا ولا تحقق نصرا، لأنها جبانة، والجبان لا يمكن أن يحقق تلك الانتصارات والإنجازات، بل مع الجبن والكسل لا شك أنه يحقق انكسارات ويبتعد عن الانتصارات. ثم يقول شبان والبخيل الإبداع مقتول بداخله. بارك الله فيك. وفي الأخير قال أصلا ميت. وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. شوف هذا الاقتران، خاتمة الوصية. نعم. خاتمة الوصية بين غلبة الدين وقهر الرجال. سبحان الله. الإنسان المدين نهاره كآبة وهم، وليله كذلك حزن وكآبة وهم، لا ينام بالليل ولا يرتاح بالنهار. نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الحديث الصحيح يقول نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. إذن لندرك تمام الإدراك خطورة الدين وثقل الدين، لذلك الإنسان لا يستدين من أجل الاستجابة للكماليات والاستجابة للتحسينيات وهو ليس مضطرا إليها، بل يلجأ إلى الاستدانة عند الضرورة وعند اللزوم. فلا ينسى هذا الحديث الثاني ذكرناه، نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. هذه يعني بعض الإشارات عن الوصية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك الصحابي الجليل الذي يقول في النهاية فأذهب الله عني همي وقضى ديني. إذن أقول وأؤكد بأن مثل هذا الحديث والحديث الأخرى إذا التزمنا بها ففيها علاج لهمومنا، وفيها علاج لمشكلاتنا، وكذلك فيها تدابير أيضا وقائية يقين الله عز وجل من هذه الشرور المختلفة. وأختم كلامي بما ذكره ابن عباس رضي الله عنه حينما كان معتكفا في المسجد النبوي. معتكف، ومن أحكام الاعتكاف لا يغادر المسجد إلا لضرورة، ولكن أبصر أحد الناس تكسوه سحابة حزن، كئيب يعني كئيب حزين. قالوا ما بك يا أخ الإسلام؟ قالوا عندي هم كذا كذا كذا. فقالوا هيا معا، يعني خرج معا إلى خارج المسجد، وكي وصلوا إلى عتبة المسجد قالوا أنسيت ما أنت فيه يا ابن عباس؟ يعني كذلك الإنسان المهموم والحزين الكئيب يذكر ابن عباس أنه معتكف ولا يغادر المسجد. قالوا نعم ما نسيت ما أنا فيه، ولكن سمعت صاحب هذا القبر مشينا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في حديث كذا وكذا، معنى من يمشي ومن يساعد أخاه ليزيل عنه همه ليقدم له يد العون. لذلك أختم كلامي بما قاله الفقهاء يعني حينما استحضروا هذا الحديث وأحاديث أخرى مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن أحب الناس إلى الله وعن أحب الأعمال إلى الله، قال أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. ويقول لك هنا هذه عبادات تتعدى الفرض. نعم. يعني عبادات لا تقتصر على الفرد ولكن تتعدى إلى الغير، وهذه العبادات صاحبها مأجور جدا لأنه ينتفع هو وينفع غيره. فنسأل الله تعالى أن يعيذنا من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال وقهر الرجال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. شكرا لكم فضيلة الدكتور سعيد على بيان هذا الموضوع. وإلى الإخوة والأخوات نتلقى الاتصالات على الأرقام الهاتفية والتي ستظهر بعد قليل
021 37 42 87 021 37 45 64. أول اتصال وأول مكالمة معنا من العاصمة أمين. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا. وعندي 5 أسئلة. مرحبا يا أمين. السؤال الأول. تفضلي. هل يجوز للخطيب أن يرى خطيبته لأول مرة في بيت أهلها بدون خمار؟ نعم. وهذا شرط لأهل الخطيب. السؤال الثاني. تفضلي. بالنسبة للزكاة عندي مبلغ نمسلفاته ماهوش عندي، هل يجوز عليه الزكاة؟ وهذا المبلغ راح يرجع لك في ما تفهمناش، قلت له وقتها كان عندك ادعيهولي، ما تفهمناش وقتها ترجحولي. نعم. السؤال الثالث، هل صحيح عندما ربي يبتلي الأبوين بولد مريض هذا عقابا لهما؟ بولد مريض هذا عقاب الأبوين، مفهوم؟ مفهوم. نعم. السؤال الرابع، في سورة الإسراء آية 24 تقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. من فضلك يقضي يشرح لي هذه الآية. نعم. السؤال الخامس والأخير، عندما الإنسان يدعو ربه ولم يستجب له هل هذا الإنسان غير صالح؟ نعم واضح يا أمين. شكرا. عفوا أختي الكريمة، شكرا جزيلا. اتصال موالي، هل في مكالمة؟ نعم. التي زوزو الأخت منال. السلام عليكم. أنا في زوزو. مرحبا. عندي زوج أسئلة أخويا. تفضلي. عندي دوكا 7 سنين تاع الزواج. عندك سنتين. الله يبارك إطار ولاباس به وكاع، ونتعامل معها بكل الطرق الأساليب المليحة، يعني وأنا نخدم برا والداخل وأطفالي وكاع. صحيح أني بطريقة سخيفة يتسقني في وجهي، يقول لي كلام ماشي مليح، وأنا والله العظيم غندير المستحيل باش نرديه، ودايما ندعي صلاتي باش ربي يهديه، ومع أنه يصلي ولاباس بيه والله ما عنده حتى حاجة تخصو، عنده برك الألفاظ هذيك اللي ماشي مليحة، يقول كلام غير ماشي مليح قدام ولادي، حتى ولادي صغار دوكا عادوا يتقلقوا يقولوا لي ماما وعلى يقول لك بابا هكا ما يحبكش. مي واش ندير؟ حلت واش ندير، خفت نروح على جال ولادي نضيعهم، نقعد معاه راني نضيع في حياتي معاه. قولوا لي واش ندير، اعطوني وسيله باش نخرج من هذا المشكل هذا. ربي يرفع الهم والغم يا اختي منال ان شاء الله. يعطيك الصحه خويا، ادعوا لي ان شاء الله. ان شاء الله تعالى. مانيش حابه نفرق ولادي على باباهم، ويحب يهديه ربي باسكو انسان مليح. يوجهك الشيخ سعيد في هذه القضيه ان شاء الله. ان شاء الله يعطيك الصحه. شكرا. معنا اتصال ومكالمه. نعم اخت زينب. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. عندي 3 أسئلة. سؤالي الأول هو هل نعم. يجوز تأخير صلاة هل بالضرورة تأخير صلاة أو سنتي الشفع والوتر إلى ما بعد يعني القيام؟ سؤال مفهوم صح؟ أعيدي سؤالك، غير مفهوم. هل ضرورة تأخير سنتي الشفع والوتر إلى ما بعد القيام؟ يعني كي نكون أنا ناوية ندير قيام الليل هل أترك الشفع والوتر إلى ما بعد القيام أو أصليه مع العشاء؟ مفهومنا. السؤال الثاني، يعني احنا في صلاة التراويح شيء وهو عدم يعني وضع القدم عند القدم والكتف عند الكتف، هل هنا في هذه الحالة الصلاة جائزة أم لا؟ يعني وهذا عن جهل، يعني ربما عن جهل. نعم، عدم استواء الصفوف. نعم. نعم. واضح. واصلي يا زينب. سؤال ثالث. نعم. وإياك. شكرا. مع السلامة. الاتصال موالي. نعم. إذا ريثما يصلنا أو تصلنا بعض المكالمات نستأنف الإجابة، وأول متواصل معنا في البرنامج أو قبل ذلك شيخ سعيد فيه أمان من فرنسا. نعم. أمان نفقد التواصل معها.
نعم. الو السلام عليكم. امال معنا من فرنسا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا اختي. نشكركم على هذا الحصه. واياك، شكرا جزيلا. عندي 7 اشهر وانا باش نعيط. هذه اول مره نحكمكم، عندي اسئله شويه صعيبه. حالك من حال الكثيرين الذين يعني حابين يتواصلوا مع الحصه ولكن لم يوفقوا الى ذلك. داكوغ. تفضل. عندي زوجي توفى عنده 8 اشهر. نعم. زوجي توفى عنده 8 اشهر. رحمه الله عليه وعلى اموات المسلمين. ان شاء الله. والمشكل انه كي كان صغير، نعم. كان جان ماشي صغير، يعني كان في عمره 27 سنه 28 سنه. دا سوارد من عند ابوه. واش دار؟ دا سوارد من عند ابوه، ما هضرلوش، دارو من عند ابوه. كان بس اول شيء كان مقهور بزاف بكري، وفا دا من عنده سوارد نحى من لاغماغ تاعو، دارو سوارد بزاف وما هضرلوش. مي حشم باش يرجعهم. ومي المشكل انني عرفتها من بعد سنوات باش هضرها لي، وباباه مات الله يرحمه. مي المشكل ان تعرفنا باللي الدراهم هذوك اللي كانوا عند باباه مش تاع باباه، عرفنا لما كانت عند وحده مخليتهم عنده. نعم. وانا ما حبيتش ان المشكل اني ضربه كان مش شركه بهذا الشيء ولا لا، انا هضر لي برك دي سنوات من بعد. الوالد كان يعلم بالموضوع هذا ولا لا؟ لا. أنا وراجل تاعي يعني خذ الأموال خفية يعني على الوالد تاعو. ما سمعتش. يعني الدراهم هذوك قدام خفية. خفية وي. والآن وجازات فونجونس كما نقولوا، كان مقهور بزاف بكري، كان مقهور واضح. الآن درجات نداهم من هذه الناحية. الآن واحد ما يعلم بهذا الأمر؟ نو إحسان، كان حتى واحد إلا أنا. وهذه المخلوقة ما زالها حية اللي خلت الأمانة هذه؟ فوالا. لا اللي خلت الأمانة عند الوالد ما زالها حية؟ ما زالت حية وي. وأخذت. ما حبيتش نحشم ونخرج المشكل اللي داروا يعني، وقلت ما لقيتش كيف ندير. يعني شحال عندها تقريبا هذه القضية هذه؟ القضية هذه عندها بالك 25 سنة. 25 سنة. دائما يتفكرها، دائما يمد لهم الناس هذو ساعة ويمد لهم، يمد البناء بلا ما تشعر. دائما حاشم، يعني جات كي الحشمه بيرجعها من بعد اللي كنت نقولوا حرام، وبديت يعني دخلنا شويه في الدين ودخلنا في الامور هذه، عرفنا باللي يعني حرام كمان. نعم. يسألك شيخ سعيد على بعض التفاصيل في السؤال، فقط استمعي إليه. أيه. الآن هو راه يحاول يسدد هذيك. لا هو مات رحمة الله عليه، مات. لا في حياته. نعم. في حياته كان يمد أموال بلا ما يقول هذه الأموال دون تبرير يعني. بلا تبرير، كان دائما حاش من هذا الناحية. باسكو ما كانش عارف كي دا من عند باباه، ما كانش عارف غير من بعد باللي عرف باللي راهم أمانة. باللي أمانة تاع الإنسانة هذه. هو بالنسبة له من عند أبوه اللي كان ما يصرفش عليه قهره بزاف داهم. نعم. واضح يا أمل. واضح. سؤالك واضح إن شاء الله. إن شاء الله. والسؤال الثاني. تفضلي. السؤال الثاني اني في العده انا بايتي ريسبكتي بوكو، باسكو انا خدامه وعلى زوج ولادي خدامه، ما نقدرش ندير الحجاب في الخدمه، سي امبوسيبل. نخدم سكرتير ما يهدونيش نديروا الحجاب، نديروا غير كي نخرج وكي نعود داخل الخدمه. فوالا هذه هي. كنت ما كانش لا بايتي ريسبكتي، مي سينو كنت نبات في الدار، ما نخرجش 4 أيام و10 أيام، جي لي ريسبكتي. يعني تسألي هل هذا الأمر يأثر على العدة تاعك؟ يأثر بزاف عليه، خايفة منه بزاف لأقصى درجة. نعم. الآن العدة انتهت يعني؟ العدة انتهت. نعم واضح. الخدمة يسلموا عليا الناس اللي يخدموا عندي. نعم. ما نقدرش نقول لهم العدة ما يفهمونيش. واضح يا أمل. عندك سؤال آخر؟ هذا هي أسئلة. شكرا ومرحبا بك أختي أمال، وشكرا جزيلا على التواصل. مع السلامة. نعم. إذن شيخنا سعيد عبد الرحيم من بومرداس ورد إلينا السؤال الذي تفضل به قبل بداية الحصة. يقول: عندي أولاد، وعندي أحد هذه الأولاد واحد فيهم يخدمني كثيرا، وأود أن أوثره بوصية مقابل ما يخدمني به هذا الولد، فأرجو منكم بيان هذا الموضوع. هل لي أن أوثره بوصية؟ نعم. يقول عبد الرحيم من بومرداس. الجواب كالآتي: الأصل أن الأولاد
لازم يكونوا في طاعة والديهم جميعا، برا بوالديهم وإحسانا لهم، كما قال القرآن وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. خاطب جميع الأولاد، لم يخاطب البنات دون الذكور أو الذكور دون البنات، الصغار أو الكبار، كل الأولاد لازم يكونوا في طاعة الوالدين. هذا رقم واحد. رقم اثنين، للأسف في الواقع أحيانا كاين اللي عندهم أولاد ماشي طايعين، ما يخدموهم ولا يهملوا والديهم. تلقى واحد وبعض إهمالهم. نعم. ونجد أحيانا واحد ولا زوج ما شاء الله يكونوا في طاعة الوالدين رحمة ربي ما شاء الله. في هذه الحالة الوالدين يحنوا، يقول حبينا كما جاء في السؤال نعطي لهذاك الطفل الذي يعني يتفانى في الخدمة في خدمتنا وطاعتنا نعطي له حاجة زيادة. الجواب لا. الجواب لا. بمعنى إذا كان ذاك الطفل تفانى في خدمة والديه كما فعل ابن هذا الأخ عبد الرحيم، يقول جزاك الله خيرا، راك اديت البركة اديت الحسنات وديت دعوة الخير نتاع الوالدين يا سعدك. وفقط ما يعنيش هنا نقولوا للوالدين ولا للأب هذاك وليدك اللي كان يطيعك بزاف اعطيه له حاجة زيادة. إذا كان هبة دوناسيون، لأن الهبة تتحقق حال حياة الواهب، يعني في حياة الإنسان يقدر يمد دوناسيون لواحد من ولاده. هو الأصل هو التسوية بين الأولاد، التسوية في العطية كما ورد في حديث النعمان بن بشير وغيره من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، يعني خافوا ربي وديروا العدل بين أولادكم كالذكور كالإناث، كيف هذا هو الأصل. ولكن لا حرج، كاين ليكسيبسيون كي كونفيرم لا راجل كما يقول الاستثناء الذي يؤكد القاعدة. لا إيه هو ممكن هذاك الطفل يعني يتفانى أكثر في الخدمة، ممكن يعطوا له بعض الهدايا تشجيعية له، ليس في ذلك حرج، ولكن الأصل هو التسوية بين الأولاد في العطية. أما السؤال هو يقول تيستامون، هذه وصية. وصية اسمها تيستامون. أما دوناسيون يعني الهبة اسمها دوناسيون. الوصية مش كما الهبة، الوصية تتراخى آثارها إلى ما بعد وفاة الموصي. معنى التطبيق ليكزيكسيون لابليكاسيون، التطبيق نتاع الوصية ماشي في حياته يكتب وصية هكذا، معليش اكتبوها وصية هذه، إذا كان وصية لا تنفذ هذه الوصية. متى تنفذ؟ بعد وفاة الموصي. كي يموت الإنسان يجي هذاك الشخص صاحب الوصية يقول لهم الورثة حبسوا ما تقسموش التركة حتى نأخذ الوصية، بعد ذلك الباقي يقسم على حساب الفريضة الشرعية، والمستفيد يستفيد من الميراث مثل غيره من الورثة حسب الفريضة. نقول هنا هذه الوصية لا غير مقبولة. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. بمعنى كل واحد يأخذ حقه من الميراث حسب الشرع القرآن والسنة. ما يجيش واحد من الورثة يأخذ حاجة زيادة بعد وفاة والده، يعني باباه، اللي يسميها الوصية. الحديث يقول لا وصية لوارث. إذا نصحوا الأخ السائل نقولوا ما تخليش وصية لوليدك، لأنك دير فتنة بعد وفاتك، دير فتنة بين ولادك، وهذا لا يصح. طيب ممكن إذا كان الإنسان هذا دارها جهلا ما يعرفش، حنا نقولوا نكملوا إلا أن يجيز الورثة، تولي هذه الوصية موقوفة على إجازة باقي الورثة إذا كانوا مؤهلين من أصحاب الأهلية. والأهلية المقصودة هنا هي أهلية الأداء لا أهلية الوجوب. بمعنى ما يلزمش يكون واحد بيناتهم مجنون هبول، ولا يكون واحد صغير ما عندوش أهلية عديم التمييز مثلا، أو مميز، حتى مميز لازم يكون راشد. إذا كانوا هذول لا، لأن رضاهم غير معتبر. المطلوب هنا هو الرضا المعتبر شرعا. لكن نقولوا يا الأخ الكريم باش ما تدخلش روحك في المشاكل ما تخليش وصية لوليدك. ربي يطول في عمرك. رقم 2 ماناش عارفين شكون يموت الأول.
اللي مات الباقي يقسموا الميراث على حسب شرع ربي سبحانه عز وجل والسلام. ما تخليش وصية لوليدك. حبيت دير له حاجة زيادة الآن كما قلت في ظل هذه الاعتبارات لا حرج شرعا تشجيعا له كذا وكذا، ولكن دون إثارة المشاكل الآخرين. يعني ممكن نعرف قصة يوسف عليه السلام، باباه آثره بالمحبة وإلى آخره، وخوته داروا اجتماع وقريب قتلوه. تعرفوا كاع قصة سيدنا يوسف، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين كما يقول القرآن. لذلك يا أخي هذه وصيتي لك أنك لا تدع وصية لأحد أولادك. نعم. مشكور شيخ سعيد. إلى أمين من العاصمة، والسؤال عن رؤية الخاطب لخطيبته دون خمار أثناء الخطبة. نعم. الشرع يجيز رؤية الوجه والكفين، الوجه والكفين فقط. هذا مكان، هذا هو الشرع وهذا هو الأصل. ممكن يقول واحد باغي يعرف أكثر وكذا، يشوف شعر المرأة نتاعو ولا هذه اللي بغا يتخطبها ولا شيء من القبيل، يقدر يوصي يمه، يقدر يوصي خالته. يعني كاين وسائل أخرى. والله بصراحة أنا لا أرتاح لهذا الشيء إطلاقا، لأنه واحد يدير نية. يا عجبا يديروا النية يا شباب، ديروا النية والسلام عليكم وعليكم السلام وفرات. شنو هذه التفاصيل هذه؟ لازم يشوف، لازم كذا كذا، ويدير ناس في حرج. نعرفوا قصص وين يدير هذا الشرط، يقول لازم يشوفها بدون خمر. طبعا هناك من الفقهاء من الأجاز، يعني تبرئة للذمة نقول هناك رأي فقهي يجيز بلا ما ندخل في التفاصيل، ولكن الذي نرتاح إليه هو ليس هذا الرأي الذي يقول بخلاف ذلك. يكفي رؤية الوجه والكفين، مراعاة الأعراف. يعني مراعاة الأعراف سبحان الله. وكاين منهم اللي يشترط رؤية المرأة وكذا وكذا وبعدين يشوفها إلى آخره، بعد مدة يبعث SMS ولا يبعث لي يقول خلاص أنا بطلت. يعني وبعدين يوقعوا الناس في حرج، يقولوا هذا متدين يا عجبا، ونعطيو الصورة مش مليحة للتدين. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه. يا جماعة الخير ما يكفيش غير واحد يصلي ويصوم، لا وراه الأخلاق ولا التربية ولا الأذواق. واحد يكون حاذق يا عجبا، يكون حاذق، يكون عنده أخلاق، يكون عنده تربية، يكون عنده ذوق. والذوق هذا كما قال الشيخ عباس، يعني من دعاة القاهرة، من دعاة مصر، يقول الذوق سلوك الروح. عنده كتيب صغير تحت عنوان الذوق سلوك الروح. يعني هذا هو اللي نوصي به الشباب. وجبر الخواطر، وجبر الخواطر. نعم. كسرها هذا أيضا ليس من الدين. سبحان الله، يوصل ثم يدير شونطاج، يدخل دار الناس. نعم. يقول لهم باش نقول كلمتي، يعني جاء الزعيم مش عارف، يعني جاء سبحان الله العظيم وبحمده، لازم يديرها لازم يدير. وكانوا بعد يشترط أكثر، كيشترط أكثر. نعم. والوقت ما يسمحناش باش نحكي واحد المهازل. نعم. راهي تصرع. يا جماعة الخير تكلوا على ربي سبحانه وديروا النية. أجدادنا وكذا تزوجوا بالنية ما يشوفوا ولا شيء، أليس كذلك؟ وهو نعم بلاء. نعم، ولكن كيف بالنية وراهم عايشين، تلقى 60 سنة زواج، زلازل الدنيا، هموم الدنيا، عايشين مع بعض يتعاونوا. اترك الآن أكبر أزمة صغيرة قد هك، إذا كان بقلاوة ما جابوهاش ولا مش عارف حلوة ناقصة وتسرق جير داخل الدار وكذا، ربي يستر. هذا وش آمين. هذا مكان. آمين. أيمن عندها مبلغ من المال أقرضته، ولكن لا تدري الأجل اللي تستلم هذا المال المقرض. الآن الزكاة كيف تكون في هذا المال؟ نعم، لك حلان الأخت أمين. الحل الأول أنك ما تزكي ولا شيء، ما تزكيش مادام على بالك وقتاش رجع. إذا كان طبعا شرط النصاب هذا معروف معناه بلا ما نذكروا به. نعم. يعني شروط الزكاة، الشرط الأول بلوغ النصاب 50 مليون 150 ألف كما السنة، وزايد حولان الحول. معنى كي يكون الشروط هذو متحقين، وانت عندك مثلا سلفتي لواحد اخر الانسان معين 60 مليون 70 مليون، انا نقدر نسقسيك الان نقول لك هل هذا الانسان معروف بتسديده للديون ولا لا؟ اذا قلتي والله غير هو انسان منضبط، اعتبرها كانها في جيبك، كانها في جيبك، يجي يحول الحول زكيها. هذا حل شرعي صحيح جائز مقبول. ولكن كاين حل اخر الذي انصحك به، مادام ما على بالكش وقتاش يرجع لك هذا الدين، ما تزكيش. خاطر ممكن 3 ممكن 4 ممكن 5 ممكن 6 سنوات لا ندري. النهار اللي يرجع لك المبلغ زكيه، ما تستناش حوالين الحول. نعم. ما تستناش. إذا كان مثلا أنت موالفة تزكي في شهر شوال مثلا، وبعدين هذا الإنسان رجع لك هذا المبلغ مثلا في شهر شعبان مثلا،
خلاص أنت وقت ما ولا في شهر ذو الحجة ولا وقت ما رجع لك هذاك المبلغ خرجي 2.5% يعني ربع العشر. نعم. سؤال موالي تقول الوالدين مع توضيح أخي محمد صلاح. نعم. معنى مرة واحدة يزكي هذا المبلغ. خاطر سألنا أحد الأشخاص السنة اللي فاتت نعم. قال كثر نزكيه بعدد السنوات. لا طبعا لا مش خاطر وقت الزكية ممكن 15% يرد هذا السؤال. نعم. لا تزكي مرة واحدة فقط. أعطاك 60 مليون تاعك عند استلامها. نعم. عند استلام المبلغ خرج 2.5% والسلام مرة واحدة. نعم. تقول الوالدين لما يكون عندهم ولد مريض هل هذا عقاب من الله تعالى لهما يا لطيف أو ابتلاء؟ يا لطيف يا لطيف يا جماعة سبحان نعم. الله العظيم. هذا التصنيف تاع الابتلاء وعقاب يعني أصبح الناس الآن يصنفون يعني غريب يعني الناس يدخلوا في أمور خطيتهم كامل. نعم. يعني واحد يخدم شغله واش دخلوا في هذه الأمور يقول لك وهكذا الناس يعايروا الناس. تلقى واحد مثلا ما عندوش الذرية يقولوا وربي عاقبوه خاطر هذاك الإنسان مش مليح ما عطالوش الذرية. إذا عطالوا ربي غير البنات يقول ربي عاقبه خاطر لأنه ما عندوش ذكور مثلا. والطفل اللي ما عندهاش ما تزوجيش تأخر زواجه يقول وربي عاقب. علاش ندخلوا في هذه الأمور؟ يجب والله غير حرام يا جماعة الخير. حرام الإنسان يدخل في. نحن مؤمنون ماذا مؤمنون نقرأ برك أوائل سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. غيب على بالناش بما يبتين. نعطيك 3 قواعد يا أمين في هذا الموضوع باش نفهم الموضوع نهائيا. القاعدة الأولى احفظيها مليح. ربي جربنا بما أراد لا بما نريد. أغي جرب ربي سويني كفغا ماشي سويني نفغا. القاعدة الثانية يجربنا الله عز وجل ويبتلينا متى شاء وليس متى نشاء. أغي جرب ربي بالمي كفغا ماشي من المين فغا. القاعدة الثالثة ربي يبتلينا كيفما شاء لا كيفما نشاء. يعني أغجرب ربي أكني كفغا ماشي أكني نفغا. إذا طبقنا هذه القواعد هذه خلاص نفهموا قاعد الموضوع. ربي سبحانه هو اللي يدبر. ربي قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات إلى آخره إلى أن يقول وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا واحد أعطى له ربي طفل مريض واش نقولوا؟ نقرأ هذه الآية مرحبا باللي أعطى الله. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا حسن الأدب في التعامل مع قضاء الله وقدره. واش يقول؟ قدر الله وما شاء فعل. بالعربية الدارجة تاعنا مرحبا باللي أعطى ربي. بالقبائلية مرحبا استكشار ربي والسلام. أما أن الإنسان يتدخل هنا التسليم لقضاء الله. التسليم لقضاء الله وقدره. الإمام الشافعي راك ذكرتني يا سي محمد صالح أخويا واش قال الإمام الشافعي؟ دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء. وطب نفسا إذا حكم القضاء إلى أن يقول ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. إذن خلي ربي يخدم شغله وإحنا مرحبا باللي أعطى الله. أما أن نصنف نقول فلان أعطى له ربي طفل عقاب له لا لا لا. ثم أن أعطى له ربي الطفل ابتلاء له. هو عنده الخيرية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الأنبياء أشد الناس بلاء ثم الأمثل فالأمثل. وعجبا لأمر المؤمن. عجبا لأمر المؤمن إذا أصابه خير شكر فكان خير له وإذا أصابه ضراء صبر وكان خير له. معنى النبي أمره كله خير له. أمره كله خير. حنا نقولوا هكذا برك بكل بساطة مرحبا باللي أعطى الله ولا نتدخل في هذه الأمور نصنف الناس ونحكم عليهم بكذا وكذا وكذا. هذا مما ينافي شرع الله ومما ينافي الأدب. تسأل عن قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا رحيما. معنى هذه الآية الكريمة. نعم رب سبحانه يعلم السر وأخفى. نعم يعلم السر وأخفى. فإذا كان أدرك الله عز وجل إذا علم منا الصلاح إذا علم من أي إنسان الصلاح والصلاح خير كله خير كله. بعد يقول كان للأوابين غفورا. شرحنا المرة اللي فاتت أخي محمد صالح يعني في الحصة اللي فاتت الفرق بين التائب والأواب والمنيب. هذه وردت فيها آيات قرآنية
ومما قلناه باختصار أن التائب هو الذي يعود إلى الله عز وجل خوفا من عقابه، خوفا من عقابه، هذا يسمى تائب. والمنيب هو الذي يعود إلى الله عز وجل حياء من الله عز وجل، كان يرتكب المعاصي ويحشم يستحي من ربي سبحانه عز وجل، والحياء خير كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: الحياء خير كله. في حديث آخر: الحياء لا يأتي إلا بخير. والحياء والإيمان أو الإيمان والحياء قرناء جميعا، فإذا ذهب أحدهما ذهب الآخر. إذن هذه مسألة مهمة. هناك من يعود الله عز وجل ويتوب حياء من الله عز وجل فلا يرتكب المعاصي، والأواب هو الذي يعود الله عز وجل تعظيما له، يعظم الله عز وجل. ربي كان للأوابين غفورا. ذلك الأواب الذي يعود إلى الله عز وجل بصلاح أفعاله وسلامة سريرته وسلامة نفسه وبعده عن المعاصي وتوبته، فالله عز وجل يتوب عنه ووعده يتحقق كما قال سلطان العلماء العز بن عبد السلام: قلت وعود الله لا تتخلف. وقرأ قوله تعالى: إن الله لا يخلف الميعاد. وكان للأوابين غفورا. رب سبحانه وعد أن يتوب وأن يغفر للأوابين، ووعد الله حق سبحانه عز وجل. السؤال الأخير لأختنا أم أمين من العاصمة: عدم استجابة الدعاء من الله تعالى لعبده، هل هذا يعني عدم صلاحه؟ أبدا أبدا. يا أختي الفاضلة، الإنسان كيدعو الله عز وجل، هو ربي وعد قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ويجيب دعوة الداعي دعان ودعوني أستجب لكم. في آية أخرى يعني يا إما يستجيب الله عز وجل فورا، وقد حدث لكثير من الناس. الإنسان يدعو الله عز وجل وهو موقن بالإجابة. أحيانا ربي سبحانه يجاوب فورا، يكون واحد يرتكي يعني يمشي بسيارته وبعدين جاء حديث خفيف كبير وخايف، ثم دعا الله عز وجل وربي نجاه. هناك من حقق الله عز وجل دعوته سريعا، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني: يؤخر الله عز وجل الإجابة إلى وقت يشاء، هو وقت يبغي رب سبحانه عز وجل، ممكن بعد سمانة، ممكن بعد نهار، ممكن بعد شهر، الله أعلم. ربي عنده حكمة في كل شيء. ممكن رب سبحانه يؤخر الاستجابة إلى يوم القيامة. نعم. ويتمنى هذاك الإنسان يقول: يا ربي لو كان ما قبلت لي حتى دعاء في الدنيا، خلي غير جميع الدعوات نتاعي اللي درتها في الدنيا استجبها لي في الآخرة. أتدرين لماذا؟ لأن الدنيا دار ممر ولكن الآخرة دار مقر. يعني أخم القرار ذا خم الآخرة، ماشي ذا خم الدنيا. رانا كيما ودي باساجية رايحين بقى على خير. لذلك الخلود، الحياة الأبدية راهي في الآخرة. الإنسان يدعو الله بأدب في كل مرة، لازم الشرط على ربي سبحانه شغل دونون قل يا ربي تستجب لي وإلا نبطل. لا. وعلى فكرة حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الدعاء مخ العبادة، والحديث الأصح: الدعاء هو العبادة. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ادعو الله عز وجل وما تخافيش وربي يستجيب. وإذا كان مأجل الاستجابة لا يعني أنه عدم صلاح ذلك الداعي أبدا إطلاقا. سبحانه عز وجل. ابن الجوزي يضرب مثالا رائعا في هذا الموضوع دكتور سعيد، يقول: ولله المثل الأعلى، لو أن والدا خرج مع ولده وأخذ ذلك الولد يطلب من والده أن يشتري له كل شيء رآه، قال: لو اشترى له كل شيء لأفسده. الله أكبر. كذلك الله تعالى لو استجاب لعبده في كل دعائه لفسد العبد. يعني هناك أشياء الله تعالى هو الذي يعرف الحكمة والمبتغى من وراءه. الله يرحمه وربي يحفظك يا محمد صالح. هذه فائدة، هذه من نوادر ابن الجوزي، نادرة جدا، والأخ محمد صالح معروف بنوادره. بارك الله فيك. شكر الله لك، شكرا جزيلا. 021 37 42 87 021 37 45 64 أرقام التواصل بيننا وبينكم مشاهدينا الكرام. منال من تيزي وزو، استمعت لكلامها وحديثها عن زوجها. هذا الزوج سيء المعاملة، يشتمها ويسيء يعني العشرة الزوجية حتى أمام الأولاد، والذي أصبح هذا المشهد يؤثر في أولادها. احتارت بين الفراق وبين البقاء. نجاوبك يا بنتي منال في شكل رسائل. الرسالة الأولى: الزوج الذي يسيء إلى زوجته بهذا الشكل، يعني كما قلت بطريقة يعني سخيفة مؤلمة، يجرحها بالأقوال وبالأفعال، نقول هذا، اسمحي لي نقول وتحمل مسؤولية ما أقول، هذا كافر بالنعم. لأن الكفر كفران، كفر النعمة، كفر النعمة وكفر الملة. نعم. كفر الملة يخرج
صاحبه من الملة. ولكن كفر النعمة معناه اللي أعطاه ربي نعمة وما حمدش ربي في كيس النعمة ويحمدها ربي سبحانه. علاش قلت بديت بهذه؟ لأن الأخت منال واش كانت تقول ندير المستحيل من أجل إرضائه، يعني راهي تدير واش تقدر واللي ما تقدرلوش باش ترضيه. هذه علامة الصلاح في الأخت منال. معناه كي تخدم كل ما لديها من أجل تحقيق سعادته، من أجل نيل رضاه، هذا أمر جميل جدا جميل جدا. وهذه الزوجة الأنموذجية، الزوجة المثالية هي هذه التي تعمل من أجل تحقيق رضا زوجها، وجزاها الله خيرا، ربي يجازيك خير. النقطة الثانية تقول ما حبيتش نخرب العش نتاع أولادي، يعني تحافظ على أولادها وتحافظ على أسرتها، يعني ربي حفظك يا منال، ربي حفظك. إذا أنت والله كنت تتكلمي وأنا كتبت هنا كفر النعمة على طول، يعني نعم، يعني كتبت هكذا دون تخطيط، كعنوان يعني كتبتها نعم. كفر النعمة. معناتها ما حمدش ربي. لو كان عطالو ربي كاش زوجة تشرب له المرار تمرمدو ثم يعرف، ما كنقارن تفند القيمة انت ثم كيوثو غور الظلام. الإنسان يعرف قيمة النور حينما يكتنف ديجور الظلام. ما حمدش ربي. نقول هذا الإنسان لازم يتوب لربي سبحانه عاجلا، ويعرف قدر هذه المرأة ويطلب منها السماح ويرجع لها سريعا جدا. وأتمنى أنه يتابعون في هذه اللحظات باش كذا نصيحة. هذا خويا ما حبيتش يضيع. ثم لو كان هذه المرأة تدعو له ماشي خلت عليه، هذه زوجته راهي أمانة عنده. وأي واحد يمد بنته لواحد آخر يقول هذه أمانة ولازم تحافظ على الأمانة، أليس كذلك؟ أمر آخر لو كان ترفد يديها لربي سبحانه تدعيه. وحنا نتحدث عن الدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب. تدعي عليه يعني سبحان الله، وبعدين هو اللي يندم في الدنيا قبل الآخرة. هذه بعض الرسائل لهذا الزوج. أما أنت يا أختي الفاضلة نقول لك صبري، والإثم يكون أكبر إذا مدام راه يدير هذه الأمور قدام ولاده. هذه جريمة نقولها بملء الفم، هذه جريمة. اللي يحقر مرته قدام ولاده راه يدير جريمة بجميع المقاييس الشرعية والقانونية والأخلاقية والمنطقية وجميع المقاييس. سبحان الله. يعني ولادك هذو غدوة كي يكبروا هو واحد منهم يعطيك طريحة وبعدين يشوف ويسجل وراهم يقولوا وقيل بابا ما يحبكش وكذا إلى آخره. على أخوي علاش تدمر ولادك؟ لماذا تدمر ولادك؟ مرة واحد المرأة قالت لي وليدي عنده 6 سنوات كان يقول لي ما تخافيش كي تكبر كتافي تشوفي. نضربوا نجيبوا كا ونعطي له طريحه قدامك نرجع. هو هكذا يفكر لانه بريء، طفل صغير. علاش تخلي ولدك يخمموا هكذا؟ علاه استعراض العضلات هذا. نعم. لذلك نقول لك يا اختي الفاضله الصبر، وربي يعلم والله غير تألمنا كثير لحالك وامثالك يعني موجودين كثير للاسف كثيرات. الصبر وممكن شوفي واحد من عائلته واحد من عائلتك اللي يتفاهم معاه ينصحوا يوجهوا يقول له فلان احمد ربي راك تصلي. هاو صلاة ربي يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. معنى واحد كي يصلي وما يسكرش معنا خلاص يعني فرات عنده. وكي يصلي ويدير هذه المحنة هذه كيف صلاة ما نهاتوش عن الفحشاء والمنكر. وهذا منكر في يمة ولاده. لم تعد أنا مرته بركة هي يمة ولاده. نقول لك يا بنتي صبري وشوفي كاش واحد من الناس المؤمنين مع عائلتك ولا مع عائلته ولا من صحابه يكلموا ينصحوا. النبي عليه الصلاة والسلام قال دير النصيحة وربي يهديه. آمين يا رب العالمين. رفع الله ضرها وهمها وأذهب عنها ما تجد إن شاء الله. فتيحة من العاصمة، معذرة الإطالة. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضلي يا فتيحة. السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ حبيت نسأل عليك سؤال. تفضلي فتيحة. نعم. أنا القصة تاعي كما القصة اللي أحكيها وسمعتها. الله أكبر. الشيخ أنا الزوج تاعي يخوني بزاف مع النساء برا، يخوني في الهاتف النقال بزاف. الشيخ أنا عندي ولد معاه ما قدرتش زوجتي اليوم معاه اللي هضرت معاها ياك، وهو اللي يعطيهم النيميرو تليفون تاعو باش يهضروا معاه ويهضر معاهم. الشيخ القصة الأولى سمحت له فيها، الدوزيام سمحت له فيها، قلت له كان نزيد ندير الثالثة بيني وبينك هذه هي. فتيحة أختي فتيحة، الزملاء أعطوك رقم الشيخ سعيد؟ نعم.
نفضل أنك تتواصلي معه أحسن أختي فتيحة، وتترك معليش وتتركي رقمك أيضا يتواصل معك. معليش الله ربي يعاونكم. وإياك، شكرا جزيلا. دحمان من فرنسا. نعم. السلام عليكم. وعليك السلام أخويا دحمان. سعيدكم أخوتي. عيد مبارك، سعيد إن شاء الله. وعندي واحد سؤالين ولا ثلاثة. تفضل يا دحمان. نعم. شوف أنا إنسان مريض هذه ما نقدرش نصوم. نعم. ولكن في صغري كلف لي بليس وكليت واحد اليومين ولا ثلاثة. لو كان توجهني شحال نخلص عليهم. دحمان خويا، سبقت سألتنا على هذا الموضوع ولا لا؟ لا ما تحتوش. إذن فيه سؤال مشابه تماما لحالتك. نعم لا بس عندك يومين فطرت فيهم عمدا. من يومين ل3 أيام ولا حتى نقولوا 4 أيام، هذا اللي في صغري. يعني أقصى تقدير عندك 4 أيام؟ أيوة هكذا. عمدا بدون عذر؟ لا عمدا في صغري. واليوم الآن لا تستطيع الصوم أخي دحمان؟ ما نقدرش. قول لي شحال يلزم نخلص باش نفتي هذا 4 أيام نديروها من فضلك؟ نعم. قلت لا أستطيع الصوم أنا مريض عندي. نعم شافك الله يا ربي إن شاء الله. وهي نسقسيك ثاني على الوالدين الميتين. نعم الله يرحمهم. هذا نسبح كيفاه نسبح ولا نقرأ قل هو الله ونصدقها عليهم؟ يعني والديك كيف تتصدق عليهم؟ ولا نقرأ قل هو الله الفاتحة عليهم ونصدقها نقول عليهم؟ ونطلب منكم تعاونوا تطلبوا الله يشافيني ويشافي المؤمنين كافة. والسلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. أخي دحمان، رحمة الله على والديك إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يتقبلهما في الصالحين، وأسأل الله تعالى أن يقبل توبتك إن شاء الله مما فرطت وضيعت. محمد من وهران. ألو سي محمد، السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا يا محمد. الله يحفظك شيخ. بغيت نسقسيكم واحد السؤال. تفضل. بغيت نسقسي عن هذا أب له أولاد وبنات، كلهم متزوجون ولهم ذرية. هذا الأب يفضل الأبناء عن البنات بشكل يكسر خاطر بناته في عديد المناسبات. لم يتوقف الحال عند هذا، بل مؤخرا طالب هذا الأب بناته بالسماح في حقهم في أرزاق أبيهم، وذلك بالإمضاء على وثائق رسمية لصالح إخوتهم الذكور. مع هذا وافق معظم بناته مكرهين طبعا، خوفا من سخط أبيهم وعدم رضاه عليهم، مع العلم أن بناته غير عاملات وأزواجهم محدودي الدخل. فما قول فضيلتكم فيما أقدم عليه هذا الأب؟ وما قول فضيلتكم أيضا في طاعة البنات لأبيهم والسماح في حقهم مكرهين؟ جزاكم الله عنا كل خير. بارك الله. شكرا أخويا محمد. شكرا. نواصل شيخنا سعيد إذن مع زينب بنت بازة. زينب تقول بالنسبة هل يجب تأخير صلاتي الشفع والوتر لمن يريد قيام الليل؟ هل يجب عليه ذلك؟ لا يجب. لا أخر لا، أنت مخيرة، يا إما كتديري صلاة القيام مباشرة كتكملي صلاة القيام صلي الشفع والوتر. هذا مخرج. المخرج الثاني إذا كان شفتي تنوضي قبل الفجر ذلك يكون أحسن، يعني تأخر خاصة صلاة الوتر، يعني قبل صلاة الفجر، قبل رغيبة الفجر ممكن حتى تصلي ركعتين وما تيسر، تصلي الشفع والوتر نتاعك، ثم تصلي بعد الأذان تصلي رغيبة الفجر، ثم تصلي صلاة الفجر أو صلاة الصبح الفريضة. إذن ليس في الأمر وجوب، أنت مخيرة، يا إما تصليهم بعد القيام مباشرة بعد صلاة العشاء والقيام تصلي الشفع والوتر، ولا تأخرهم والسلام، كلاهما جائز. عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق، واحد منهم يأخر، اللي هو عمر بن الخطاب يؤخر صلاة الوتر، والآخر اللي أبو بكر الصديق كان يصليهم بعد صلاة رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة، يصليهم بعد العشاء مباشرة، وكلاهما مشروع. أمال من فرنسا، الزوج مات منذ 8 أشهر رحمة الله عليه، الآن تسأل عن هذه المسألة والحادثة اللي وقعت في صغره، لما كان يعني في سن 27 سنة 28 سنة أخذ أموالا من والده خفية، لم يرجع هذه الأموال، ثم تبين له أن هذه الأموال أمانة عند والده من امرأة أخرى،
بعد وفاة الوالد أخذ هذا الشخص يرجع الأموال لابنها، يعني على شكل هدايا وعطايا. الآن زوجته أمال يعني متحيرة عن زوجها وقلقة، بماذا ترشدها وتنصحها؟ نعم، الأخت أمال لعلك تابعتي معنا في مقدمة لقاء اليوم، ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. نعم. حتى ولو كان شهيدا، حتى ولو مات شهيدا، بمعنى الإنسان هذا الدين راه ثقل، هو الأصل هو لازم يدفع يخلص قبل، لأنه خذ أمانة، وربي قال: الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها. هو لا أدى أمانة، خدها من باباه، كان مقهورا كما قالت، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حينما نكثر من ذكر هذه النصوص يا أختي الفاضلة، هي معالم في الطريق، معنى واحد ماشي يدير واش يحب، ماشي لا كاين معاه، كاين دي روبير. هنا قال القرآن والسنة، القرآن والسنة، الأمور القطعية مرحبا، والأمور الظنية فيها كلام، فيها اجتهاد، فيها كذا كذا، ونمشيو بهذه الإضاءات، بهذه المعالم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ضرر ولا ضرار، حتى إذا كان بابه الظلم وقهره، ولكن هذا لا يبرر له هذا السلوك. يقول: هو قهرني وأنا نقهره نديله أموال، وثم كي اداله أموال وقد أخطأ، زاد ارتكب الخطأ الثاني أنه أخذ أمانة تاع سيدة. لذلك يا أختي الفاضلة، هو كان في حياته كان يرجع أموال هكذا. طبعا هو حياء، لو ربي رحمه برحمته الواسعة، هو راح الآن. أنت مليح إذا كان طبعا عندك الرقم، يعني عدد أو المبلغ، هذا قيمة هذا المبلغ، ترجعيه لهذا ولو في شكل هدايا، ماشي شرط، خاطر أعلم بأنه في حرج والحرج مرفوع. ممكن تدي لهم أموال باش تبرئ ذمة زوجك إن شاء الله تعالى. هذا مخرج ننصحك به. الأحسن أن تأخذ هذه الأموال، تقول لي هذه أمانة كانت عن زوجي نردها لكم، هكذا. هذا مخرج. إذا كان استثقلت ذلك، جاك ثقيل وراكي محرجة إلى آخره، فالحرج مرفوع. مدي هذا الأموال الأسرة نتاع السيدة هذه لولادها مثلا، والسلام. هذا مكان، هذا يخفف الله عز وجل. نعم. بذلك الصنيع يخفف ربي سبحانه وتعالى زوجك، ربي رحمه وسع. آمين يا رب العالمين. في العدة قالت أنها عاملة ولا تستطيع يعني وضع الحجاب، القوانين معروفة في أوروبا وفرنسا تحديدا، هل هذا يؤثر على عدتها؟ لا يؤثر في عدتك يا الأخت أمال. زوجك ربي رحمه، وانت ربي يحفظك مع أولادك. هي كنت قلت احترمت العدة كذا كذا، ولكن هذا الموضوع كنت تخدمي أولادك إلى آخره وترتدي الحجاب السترة، ولكن كتوصلي إلى مكان العمل. وقد أشرنا إلى هذا الموضوع في حلقات سابقة من قبلي ومن قبل إخواني الأفاضل. فالحرج مرفوع عنك، وهذا لا يؤثر في العدة نتاعك، لا يؤثر، وعدتك انتهت. ربي يحفظك وربي يرحم زوجك. آمين يا رب العالمين. إلى فتيحة، هل تجيب أو تتواصل معها؟ والله مادام إن شاء الله نتواصل معها بعد الحصة، ولكن كإشارة فقط نقول للأزواج والزوجات، نقول لهم تفكروا دائما بأنه درتوا عقد قران، عقد زواج، وربي اسمه ميثاقا غليظا. يكفي هذا. وتواصل معك الأخت فتيحة بعد الحصة إن شاء الله تعالى. دحمان كيف يفعل لي 4 أيام؟ يعني في دقيقتين يا شيخ. نعم، ربي يبارك إن شاء الله. أولا أنت عندك 4 أيام، وطبعا عندك كفارة، عندك أولا قضاء وكفارة. وما دام لا تستطيع، أنت مريض، يعني كل يوم تطعم 61 مسكين. تطعم 61 مسكين. عاش 61 خاطر الواحد على هذاك الأيام تعوض نتاع القضاء، وزائد عن كل يوم 60 مسكينة. إطعام عن كل يوم 60 مسكينة، والمبلغ الإجمالي تقسمه على 60 فقير والسلام. نعم. الصدقة التي تصل للوالدين ربي يرحمه، والله الصدقات الأموال والأعمال الصالحة، وكذلك القرآن الكريم. أنت تقدر تقرأ قل هو الله أحد 10 مرات 11 مرة ما تيسر، أو تقرأ جزء من القرآن الكريم وتقول اللهم تقبل ثواب ما قرأت عن والدي رحمهم الله. وهذا رأي فقهي يجيز ذلك. ربي تقبل إن شاء الله، ربي يرحمهم. صدقة الماء والحج من أعظم، وصدقة نعم الماء والحج هذه تصل إن شاء الله، من أعظم ما ينتفع به، والأموات في حاجة إلى الأحياء. نعم. محمد بن مهران، يعني في كلام مختصر جدا لهذا الأب، هذا
لا يكفي الوقت للأسف. أخ محمد نوعدك الحد الجاي إن شاء الله أنه عندي فيه كلام كثير حبيت نقوله على محمد. إذا محمد ترقب الجواب إن شاء الله مفصلا يوم الأحد القادم المقبل بحول الله تعالى، إذا كتب الله لنا اللقاء والبقاء معكم مشاهدينا الكرام إلى الغد بحول الله. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.